سامية صالح، أمينة تنمية النوارد بحزب الدستور. أحب أرحب بحضرتك. النهارده حزب الدستور تبنى تنظيم ماراثون في بورسعيد بمناسبة مرور ذكرى 40 سنة على احتفالات نيسان أكتوبر. عايزة حضرتك تحكي لي إزاي الفكرة جت والتنسيق اليوم جه إزاي؟ هو الفكرة ببساطة إن إحنا كنا عايزين نشارك الجيش المصري في احتفالاته. لما بتلعبوا معانا بس بتكسب في احتفالاته، فطرحنا عرض افكار من الشباب ازاي ان احنا نحتفل باليوم ده. فجت الفكره ان احنا ننظم ماراثون وننظم تكريم المحاربين القدماء النهارده ان شاء الله. بس هي دي الفكره اللي جت، ان احنا عايزين نشارك الجيش المصري في فرحته، ان احنا ما نجيش مثلا نبقى ضيوف بس، لا احنا مشاركين معاهم في الاحتفاليه. تسليم الهدايا إن شاء الله يكون بالليل؟ ان شاء الله. يعني يبقى تسليم الفايزين وتكريم محاربينا القدماء طبعا، اصحاب البطولات الكبيره، واحنا تواصلنا معاهم بقالنا اكتر من 10 ايام وسمعنا بطولاتهم وسجلناها، وان شاء الله هنعمل بيها فيديو قريب زي اللي هو يسرى عمارة طبعا، وكتير من محاربينا العظام. هل حزب الدستور هيتبنى فعاليات المرحلة الجاية؟ احنا دايما شغالين في فعاليات تخدم المواطن وتخدم البلد، لان احنا غرضنا خدمة اهل بورسعيد. ففي حاجة جميلة جدا احنا هنعملها في الفترة اللي جاية، بس اسمحي لي ان انا ما اعلنش عنها دلوقتي. طب هيبقى في مفاجأة حلوة قوي. هيبقى في تاني نزول للجنوب زي ما نزلتم وكنتوا انتوا صحاب السبق في التسليط على مشاكل الجنوب؟ لو تلاحظي ان احنا عشان سلطنا الضوء على الجنوب، ان الحمد لله سياده المحافظ استجاب للنداءات بتاعتنا، وبدا يبقى فيه اهتمام فعلا بالجنوب، وبعدها مباشره تم افتتاح كذا مشروع، وفي وضع حجر اساسي كمان لمدرسه. فباذن الله دايما هنكون احنا الضوء اللي هيسلط على كل مشاكل ابناء بورسعيد. عايزه حزب الدستور يوجه كلمه لشعب مصر كله بمناسبه انتصارات اكتوبر. أنا بوجه كلمة لأقل عسكري مصري في أقل نقطة مراقبة على أبعد نقطة في حدود مصر. أنت في عينينا، وإحنا عارفين أنت إزاي بتضحي، وعارفين أنت إزاي واقف هناك علشان تحمينا وتحمي أرضنا. وصدقني إن إحنا كل ما بنبص عليك وإحنا ماشيين في أي نقطة طريق وأنت قاعد في الدبابة في عز الحر، احنا بنكون بندعي لك ان ربنا يعينك ويسعدك وينجيك من كل شر ممكن يحيط بيك. وطبعا يا رب يعيد على مصر كلها الانتصار ده باحسن حال. واحنا السنه دي الحمد لله عوضنا الاحتفال الفظيع اللي احنا مرينا بيه السنه اللي فاتت. كانت ليله من اسود ليالي العمر ان احنا نشوف عبود الزمر قاعد في الاستاد. بصراحة كانت ليلة سودة على مصر كلها وعلى كل شباب مصر، ان احنا يتم تكريم القاتل في نفس مكان القتل، وكمان عربية الرئيس السادات اللي كان فيها الرئيس المعزول مرسي طبعا حسستنا بالألم. انت ازاي جايب القاتل تكرمه واحنا مش قادرين نعمل حاجة. بس الحمد لله على مدار السنة قدرنا ان احنا نعوض ونحتفل فعلا بأبطال مصر الحقيقيين. وحزب الدستور كمل سنة وأول احتفال ليه شارك الناس بأقوى ماراثون النهارده. طبعا، واحنا دايما مع الناس ودايما ان شاء الله مشاركينهم في كل حاجة وفي كل مناسبة ان شاء الله. سامية صالح، بشكر حضرتك في النهاية. ربنا يخليك.